اهتمت إمارة الشارقة بالقراءة والثقافة وأيضا اهتمت بالطفل. مشاهدينا رح يكون لنا وقفة فنية جدا رائعة ولكن بعد الفاصل. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب واخدها الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، لا أول مرة ما منكن سوا. سألوني الناس عنك سألوني، قلت لهم راجع وعتلوموني. سألوني الناس عنك سألوني، قلت لهم راجع وعتلوموني. غمضت عيوني خوفي للناس شوفوك مخبى بعيوني، وهب الهوى وبكاني الهوى، لأول مرة ما نكون سوا. الله يعطيك العافية يا بشار، ما شاء الله عليك، متقن لي العزف والغناء في آن واحد. ولكن إمتى كانت بدايتك؟ إمتى اكتشفت أنك أنت بتمتلك هاي الموهبة؟ بلشت من الصغر، يعني تقريبا عمر 6 سنوات. بلشت معي الهواية شوي بالبيت بالمدرسة، شوي شوي تطورت. بعدين فت مرحلة العزف تقريبا بعمر 13 سنة، فجبت أول عود وبلشت أخذ دروس على العود، وانطلقت شوي بالمجال الفني أكثر. جميل. هل تأثرت بأحد العازفين في طفولتك بشار؟ أكيد. بالبداية كنا نسمع كثير أم كلثوم، وديع الصافي، فريد الأطرش. فهالأشخاص كانت كثير بالنسبة لي ملهمين يعني. فكانت هي الدافع تعطيني لقدام لوصل اشتغل على حالي واتعب. فاكيد هم الاشخاص هذول كانوا كثير مميزين في حياتي. هل تجد انه الموهبه هي كافيه فقط لأن الواحد يقدر يؤدي يعزف وايضا يؤدي ويغني، او بحاجه لدائما صقل اكاديمي لحتى يقدر الواحد يصيب النوتة بشكل صحيح وايضا يستمتع ويستلذ اثناء الغناء؟ اكيد طبعا. هلا لا شك انه الموهبه شيء اساسي تكون موجوده بكل شيء بالحياه. الموهبه لحالها كما ما بتكفي للشخص يحقق الشيء اللي بيطمح له. اكيد الموهبة لا تحتاج إلى صقل، تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى دراسة. هذا الشيء بيثقل الموهبة بشكل أكبر أكيد طبعا. بشار أبو خير، خلينا نحكي بشكل صريح. أيوة. هل تفضل الغناء أكثر أم العزف؟ أنت اليوم عازف وأيضا مغني ومطرب، خليني أسألك اليوم عن جد، أنت بتميل للعزف أكثر أو للغناء؟ يعني اليوم إذا بدك حابب تعبر عن مشاعرك تلجأ للغناء أو العزف أو الاثنين معا؟ أنا بالنسبة لي هن شيء مكملين لبعضهم، ما فينا نفصل هاي عن هاي، لأنه بالنهاية أنت عم تشتغل موسيقى. فالعزف رح يساعدك لتوصل بشكل أكبر أحيانا كصوت كعزف. لا، فأنا بالنسبة لي الاثنين مرافقين لبعضهم، ما يمكن ينفصلوا أبدا يعني. جميل. اليوم بدي أعرف منك بشار أبو خير، ليش اخترت آلة العود لحتى يمكن ترجم عليها مشاعرك وإبداعك؟ هلا آلة العود من الآلات اللي بتساعد المغني ليغني ويعزف سوا يعني. فهي من الآلات المساعدة لهالشيء. وثاني شيء إنه هي منتشرة بشكل كبير بالوطن العربي عموما، بالشرق الأوسط خصوصا يعني، وحتى بدول الخليج. فهي من الآلات القديمة جدا، والآلات اللي المطرب أو المغني بيقدر يعزف ويغنيها سوا.
بيقولوا دائما في علاقة تنشأ بين العازف وآلته. هاي احكي لنا عن علاقتك بالعود الخاص فيك. هلا العود هو فينا نقول الصديق المرافق اليومي لشخصيتي أكيد. يعني ما فيني يخلص نهاري ما دون ما أمسك العود أو أعزف أو أعمل أي شيء بخص الموسيقى. مهم. فهو مرافقني بكل تقريبا 12 سنة هاي، فهو المرافق اليومي والصديق اليومي لي. طيب حابين نسمع منك شيء كمان. كثير ما عينك. راح أقول شيء خليجي. طبعا خذ راحتك. ليلة لو باقي ليلة في عمري أبيه الليلة واسهر في ليلة عيونك، هي ليلة عمر، هي ليلة عمر. ليلة لو باقي ليلة في عمري أبيه الليلة واسهر في ليلة عيونك، هي ليلة عمر، هي ليلة عمر. ليلة لو باقي ليلة في عمري أبيه الليلة واسهر في ليلة عيونك، هي ليلة عمر، هي ليلة عمر. يا الله يا الله يا الله يا الله، وش كثر انتي جميلة. يا الله يا الله يا الله يا الله، وش كثر أنا أحب وأحلم بك دايم جنبي، لو صاحي ونايم يلي أيام بدونك ما يمني العمر، ما يمني العمر. وأحلم بك دايم جنبي، لو صاحي ونايم يلي أيام بدونك ما يمني العمر، ما يمني العمر. ليلة لو باقي ليلة في عمري أبيه الليلة واسهر في ليلة عيونك، هي ليلة عمر، هي ليلة عمر، هي ليلة عمر. الله على هذا الإحساس يا بشار أبو خير. بالفعل يمكن اندماجك بالأغنية اللي عم بتأديها رائع للغاية، ولكن حابة أعرف منك يمكن شو هي التحضيرات اللي بتعملها قبل عفوا قبل أي عرض موسيقي. أيوة، حقيقة تحضيراتي بتبلش أول شيء باللباس. أكيد اللباس. واحد يزبط اللباس أها. ويزبط شكله الخارجي. ثاني شيء أكيد بالنوع الجمهور المستهدف، كانوا بحفلات أو شو ما كان المناسبة. بتعرفي الجمهور الأكثر تواجداً، مهم. بتعرفي شو توجه الجمهور، ميوله الغنائية. أكيد تحضري شيء يناسب مع الجمهور العام، يعني الصورة العامة. أكيد الموسيقى، البروفات، هالشيء أكيد أساسيات، يعني الخروج برأيك قدام الجمهور جمهور. بشو يتأثر أكثر شيء أثناء العرض الغنائي أو الموسيقي؟ كيف السؤال؟ شو الأشياء اللي أيوه. تأثر على تجربة الشخص اللي عم يحضر أي عرض موسيقي أو أي مطرب عم بيأدي على المسرح؟ هلا الشيء اللي بيأثر فيه نوع الموسيقى اللي عم تقدمه الشخص أو الفنان أو الفرقة الموسيقية. مهم. الشيء الألوان الطربية، الألوان الخليجية، هي الألوان بتجذب المستمع مهم. بلا شك. يعني هي الألوان الجميلة اللي تربينا عليها، فهالشيء بتوقع أنه أكثر شيء بيجذب شوي المستمعين أكثر. جميل. خليني أعرف منك أول أغنية غنيتها. أول أغنية تماما مش ذاكر شو أول أغنية يعني تماما، بس هل في أول أغنية بطفولتك فلنفترض كان لها أثر خاص فيك بشار؟ كانت معزوفة معزوفة. هي أغنية كاملة، بس الموسيقى تبع أغنية أنت عمري ست أم مهم. كلثوم.
فهي كانت عالقة بأذهاننا يعني قد ما هي كانت جميلة. فكانت أول بداية محاولات العزف كانت بهالغناية تمام. اهم، جميل. نعم. يمكن يرتبط دائمًا عنا خلّينا نقول الطرب الأصيل حقبة قديمة جدًا فيها أم كلثوم وغيرها صحيح. من الكبار والقامات الكبيرة، والعود دائمًا وجد مكانه في طربنا العربي. اليوم احكِ لي عن العود، قد إيه هو يمكن أساسي في الطرب العربي الأصيل، وأيضًا يمكن إضفاء هيك طابع شرقي، وقد إيه لليوم نحن غير قادرين على التخلي عن هذه الآلة الموسيقية الرائعة اللي دائمًا تذكرنا بشرقيتنا ويمكن الطرب العربي الأصيل. أكيد. هلا آلة العود هي من أقدم الآلات اللي انعزف عليها بالعالم، مش بس بالعالم العربي. آلة العود هي من أصالتها وعراقتها ممتدة حقبة زمنية كبيرة. اهم. أكيد فهي بتعطينا الطابع الشرقي أكثر إلنا. بس هي بلشنا نبعد شوي عنه، بلشنا نشوف يمكن الفن الحالي عم يتجه تجاه الجيتار يمكن البيانو، اتجاه الغرب بعدنا شوي. شوي عن العود. أكيد. هلا حسب يعني الشيء الدارج حاليا أو نوع الموسيقى اللي حاليا عم تنعزف للأسف شوي ما انحدر. فينا نعتبرها هي صحيح. موسيقى. اهم. فهي بس تركيب إيقاعات معينة على رتم معين على بعض الكلمات. للأسف شوي ال يعني الذوق الموسيقي الذوق شوي الموسيقي حاليا بالفعل صار ضعيف مش مثل اختلف. قبل. بس نحن بنحاول دائما، نحن عازفين العود ولا المطربين، بنحاول نثبت الشيء اللي تربينا عليه، اهم. نحاول نقدمه للشريحة الجديدة اللي هي شوي بعدت عن هالنوع من اهم. الطرب أو من العزف. فإن شاء الله نقدر نضلنا مكملين بهالمجال. إن شاء الله. ولكن اليوم شو هي يمكن توجيهاتك ونصيحتك للأشخاص اللي خلّينا نقول ما بدي أقول احترفوا، ولكن هواة للفن، ولكن يسيئوا له بطريقة أو بأخرى من دون احتراف العزف الصحيح، ويمكن حتى دراسة الموضوع تمام. أكاديميًا. شو هي نصيحتك للهواة اللي يمكن حابين يشقوا طريقهم أيوه. بالفن، ولكن يمكن بحاجة لبعض من النصائح من أشخاص يمكن سبقوهم في المسار؟ صحيح. هلأ بالنسبة للهواة ولا الناس اللي عم تتعلم جديد، فأنا أول نصيحة بقولها إنه هو الاستمرارية بالشيء. يعني أي ظروف الحياة كثير صعبة هالأيامات. إمم. لأ الحاول الموسيقي يعني شو الظروف اللي كانت تحاول الاستمرار بهالشي، يغذي فكره، يغذي سمعه، يغذي إمكانياته، يسمع كثير لأشخاص يمكن عازفين كبار. هالشي بيعطيه شوي فكرة أوسع للموسيقى، اهم. ما يترك الموسيقى ويبعد عنها بأي سبب. الدراسة الأكاديمية كمان شيء كثير مهم، شيء بينمي الذات وبينمي العقل الموسيقي إمم. للعازف أو للموسيقى. شو أكثر لون بتحب تعزفه؟ لك أنا ما في نوع كثير مثلا ميال إله، بس أنا بالمجمل بحب النوع الطربي، بحب الخليجي، بحب أي شيء هيك برتاح له. يعني ما اهم. مش منعزل بنوع معين أو لون معين موسيقي، لا بالعكس. يعني منفتح على كل الألوان، بس عندي طابع شوي هيك ميول يعني أكثر شوي للطربي وللخليج. للطربي. أكيد. يمكن بالفعل تجربة المطرب ويمكن العازف في آن واحد هي تجربة جدًا رائعة، لأنه هو عبارة عن طرب متحرك، إذا صحيح. قادر هو يغني ويأدي ويعزف في وقت نعم. واحد، دائمًا بتكون خلينا نقول التجربة رائعة حتى للمستمع. صح. بالفعل يعني نحن سعدنا جدًا فيك وأنا اليوم، أكثر والله. وشكرًا كتير لإلك المطرب والعازف بشار أبو خير. تسلم لي. سعدنا جدًا فيك، ولكن بالفعل ما اكتفينا، لهيك رح نختم مع المشاهدين ورح نرجع ليكون ختامها مسك مع حضرتك، تمام؟ تمام. مشاهدينا بهيك بنكون معاكم وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي صباح الخير يا وطن. دائما تابعونا على نفس الموعد اللي معتادين أنه نلتقي فيه على الساعة 10 صباحا على شاشة تلفزيون الفجيرة من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة. جمعة مباركة. إمتى الزمان يسمح يا جميل، إمتى الزمان يسمح يا جميل، واسهر معاك على شط النيل. إمتى الزمان يسمح يا جميل،
اسمح يا جميل واسهر معاك على شط النيل. الجو كله سكوت والورد نام على الغصون والقمر طالع علينا والسماء غاب عن عينينا. القمر طالع علينا والغرام غاب عن عينينا. وانا والجميل قاعدين سوا قاعدين سوا قاعدين